في الوقت الفريق المغرب الفاسي كيبحث انه يغلق كل المنافذ، واكيد انه غادي يبحث على المرتدات السريعه. مشات كره في الجهه اليسرى، يوسف بالعمري كيبحث على احد اللاعبين، تمريره في اتجاه لاعب هلال فردوسي. هناك تغطيه، ما كاينش هناك خطا. وصلت كره لسفيان بن جديده، انطلاقه ديال ادم بريكا، مراوغه دائما، محاوله سفيان بن جديده، تمريره ديال فرصه ومحاوله لفائده الفريق المغرب الفاسي، ترفعت كره راسيه والهدف الاول لفائده فريق المغرب الفاسي. تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء، تمريره من طرف ارجل كيفين يانكا، هدف اول لفائده فريق المغرب الفاسي. تابعنا من خلال الصوره، لاحظوا كنقول بانه مرتد يعني تنفذ بطريقه ممتازه. تمريره في الجهه اليمنى عند اللاعب ادم بريكا، شطات كره لسفيان بن جديده، تمريره عند اللاعب ارتور، رفع الكره واللاعب ادم بريكا كيوضع الكره في الشباك. لاحظوا المحاوله، تمريره داخل منطقه الجزاء، واللاعب ادم بريكا والسرعه، لان لنجاح مرتد سريع فلازم اكيد تكون السرعه، وهذا اللي تابعناه من طرف فريق المغرب الفاسي. اذا متابعه الصوره، هشام التمسماني، هل هناك شيء لحال دون قبول الهدف واقرار مشروعيه الهدف؟ هل كان هناك خطا؟ هل كان هناك تدخل؟ هلال الفردوسي، سفيان بن جديده، هل كان هناك لبس للرجل؟ فحكام الفار رجعوا اللقطه من البدايه ديالها بالمرتد السريع، لانه انطلق هنا لما ضاعت الكره لهلال الفردوسي. انطلق التمسماني، تابع الصوره، تابع اللقطه، القرار الان حكم اذا يلغي الهدف وضربه خطا لفائده فريق الرجاء. رغم ان الجماهير تلك الصعداء بعد الغاء الهدف في الوقت